انسوا بقى ان انتوا تجيبوا اي جاتوه تاني في البيت، هنعمل مع بعض احلى جاتوه شاتوه في البيت في الخلاط وبمكونات كلها موجودة عندنا في البيت ومن غير اي شوكولاتة خالص، اقتصادي جدا وطعمه تحفة. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هدهن القالب بتاعي بشوية كده من الزيت وابطنه بقى بالدقيق، هحط شوية دقيق كده واحرك القالب لحد ما يبطن كله بالدقيق. القالب بتاعي مقاسه 25 في 25، يعني مقاس وسط. في الخلاط هنزل بكوباية من السكر، عليها كوباية من اللبن بدرجة حرارة الغرفة، وكمان كوباية من الزيت، ونص كوباية من الكاكاو الخام. هضربهم مع بعض كويس جدا علشان يعملوا عندي احلى صوص شوكولاته هنستخدمه في الكيكه في حاجات كتير قوي. الصوص بيبقى تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هناخد منه مقدار كوبايه واحده بس. وعلى باقي المقدار اللي في الخلاط هضيف بيضتين بدرجه حراره الغرفه ومعلقه صغيره من الفانيليا، وهضربهم بقى مع بعض كويس جدا. بعد ما ضربتهم كويس قوي خلاص هقفل الخلاط واحضر كوبايه من الدقيق عليها رشه من الملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، هقلبهم مع بعض كويس واجيب بقى الخليط اللي انا ضربته في الخلاط انزل بيه على الدقيق واقلب بقى بالراحه قوي كده. في المرحله دي احنا مش بنقلب كتير خالص، احنا بس بنتاكد ان الدقيق اختلط كويس واختفى خالص وبس كده، وده القوام بقى بتاع الكيك المظبوط. هبتدي بقى ان انا اصب الكيكه بتاعتي في القالب اللي انا كنت محضراه، بكون مشغله الفرن قبل ما ابدا خالص على درجه حراره 180. بتدخل الرف الوسط بتاخد من 25 ل 30 دقيقه، ما تفتحوش عليها الفرن قبل 25 دقيقه. ودي بقى الكيكه بعد ما استوت طالعه هشه وطريه جدا، هسيبها على جنب تبرد خالص واحضر لها بقى احلى حاجه هسقيها بيها. باخد معلقه صغيره من صوص الشوكولاته اللي كنت شايلاه في الاول وبدوبها في نص كوبايه من اللبن الدافي. بعد ما تدوب خالص بجيب بقى شوكه واخرم الكيكه بعد ما اتاكد انها بردت خالص، وهبتدي بقى ان انا اسقيها. وعايزه اقول لكم الخطوه دي اختياريه بس بتفرق جدا في طعم الكيكه في الاخر، بتخليها طريه قوي وبتدوب كده في البق. هسيبها بقى على جنب تتشرب خالص لحد ما اجهز طبقه الكريمه. نص كوبايه من اللبن الساقع جدا هنزل عليه بكيسين من الكريم شانتيه الباودر بتاع دريم، وهضربهم على سرعه عاليه لحد ما الكريمه تتماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاخد معلقه كبيره مليانه من صوص الشوكولاته برضو اللي احنا كنا شايلينه على جنب، وهضيفها على الكريمه واضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما اوصل للقوام ده. قوام الكريمه بيبقى تقيل شويه زي ما انتوا شايفين كده، وعلى طول هنزل بالكريمه على الكيك بتاعتي واوزعها كويس قوي واحاول اسويها على قد ما اقدر. وعلشان تبقى سهله معاكم بلوا مثلا السكينه كده بالميه وابتدوا ان انتوا امشوا كده على الكريمه هتتساوي معاكم بكل سهوله. بس كده بعد ما بنسويها بنمسح بقى الاطراف كده وننضفها كويس ونحطها بقى في التلاجة على الاقل نص ساعه علشان الكيكه تتماسك قبل الطبقه الاخيره. والطبقه الاخيره بتبقى صوص الشوكولاته اللي احنا شلناه في الاول، ببتدي ان انا اخففه كده باللبن معلقه معلقه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا كنت عايزه القوام بتاعه يبقى وسط، يعني ولا تقيل قوي قوي ولا خفيف قوي، فده القوام المظبوط بالنسبه لي. لو انتوا عايزينه اخف من كده تقدروا تخلوه اخف من كده، وتقدروا تسيبوه زي ما هو تقيل زي ما تحبوا. هبتدي بقى اوزع صوص الشوكولاته بالشكل ده بالراحه قوي علشان ما يختلطش بالكريمه. طالما طبعا احنا سيبناها في التلاجة تتماسك فهي كده كده مش هتختلط بطبقه الشوكولاته دي. سويتها كويس جدا، برضو بحطها في التلاجة شويه، يعني على الاقل نص ساعه علشان تتماسك اكتر. ممكن تحطوها في الفريزر ربع ساعه بس برضو هتبقى متماسكه وحلوه قوي. هتبتدوا تقطعوها بالحجم اللي انتوا عايزينه واتفرجوا بقى على جمال الطبقات. اول قطعه دايما ما بيبقاش الطبقات باينه فيها قوي، فتعالوا بقى نشوف تاني قطعه وشوفوا بقى الجمال بتاع الكيك قد ايه هشه، وطبقه الكريمه عليها من فوق وطبقه الشوكولاته. ورغم ان شكلها كده طبقات فوق بعضها وطعمها تقيل قوي، بس عايزه اقول لكم كانت خفيفه جدا. احلى جاتوه ممكن تدوقوه في البيت بكل سهوله وبمكونات بسيطه، وفعلا كان بيدوب في البق. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.